أهلا وسهلا في بيت العالميين. هنا نعيش شغف النصر. هنا نتابع كل خبر، كل صفقة، وكل هدف يهز الشباك ويهز القلوب. قناتنا مش بس تنقل أخبار نادينا الحبيب، إحنا نعيش الحدث، نحلله ونحس فيه. من قلب الرياض، من مدرجات مرسول بارك، نوصل لك كل جديدة عن فارس نجد. لحظة. تحديد بديل رونالدو في مواجهة النصر ونيوم، الحمدان أم ماني؟ الوصل الإماراتي يرفض مقترح النصر في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2. أزمة تهدد نيوم قبل مباراة النصر في دوري روشن. غالكيه، غياب رونالدو عن النصر مكسبنا، وهذه روشتة المباراة لنيوم. قرار عاجل من خيسوس في النصر بسبب العقيد قبل مباراة نيوم. جيسوس: أريد تحقيق الدوري مع النصر، وهذا ما طلبته من بروزوفيتش. رد ناري من وليد الفراج على تصرف ماجد عبد الله: خلصنا ما احنا ناقصين بطولات وهمية لأحد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم متابعي قناة المشجع النصراوي. فضلا منكم لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب وتفعيل الاشتراك وترك آرائكم في صندوق التعليقات. والآن إلى تفاصيل النشرة. استقر البرتغالي جورجي جيسوس مدرب النصر على اللاعب الذي سيعوض غياب كريستيانو رونالدو في مباراة الفريق القادمة ضد نيوم ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي. ويستقبل فريق النصر نظيره نيوم لحساب الجولة 25 من بطولة الدوري السعودي على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض يوم السبت عند تمام 10 مساء. ذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن جيسوس سوف يعتمد على عبد الله الحمدان عوضا عن رونالدو ليجاور الثنائي السنغالي ساديو ماني والبرتغالي جواو فيليكس في خط الهجوم بمباراة نيوم. وكان جيسوس قد جرب خطتين لتغطية غياب رونالدو من خلال الاعتماد على عبد الله الحمدان وساديو ماني بمركز رأس الحربة، ذلك خلال تحضيرات الفريق النصراوي للمباراة المرتقبة. ويفتقد فريق النصر خدمات رونالدو في مباراتين نيوم والخليج بشكل مؤكد بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال مشاركته في الجولة الماضية أمام الفيحاء، والتي سافر على إثرها إلى إسبانيا للعلاج. كشف المختص بالشؤون الآسيوية بدر بالعبيد عن رفض نادي الوصل الإماراتي مقترح إقامة مباراة دوري 16 في السعودية، مفضلا خوض المواجهة على أرضه في الإمارات. وأوضح بالعبيد خلال حديثه في برنامج دورينا غير أن إدارة الوصل تتمسك بإقامة اللقاء على ملعبها، بما يمنح الفريق أفضلية اللعب على أرضه وبين جماهيره. وأشار إلى أن المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا 2 من المقرر أن تقام على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض. وذكر التقارير في وقت سابق أن نادي النصر قد قدم بمقترح على الاتحاد الآسيوي بإقامة دوري 16 من دوري أبطال آسيا 2 على مباراة واحدة وعلى الأراضي السعودية. كشفت تقارير صحفية مساء اليوم الخميس عن غياب ثنائي الدفاع أحمد حجازي وخليفة الدوسري عن صفوف فريق نيوم في المواجهة المقبلة أمام النصر ضمن منافسات الجولة 25 من دوري روشن السعودي. ويأتي غياب الثنائي ليشكل ضربة دفاعية للفريق قبل المباراة المرتقبة، في ظل اعتماد الجهاز الفني على خبرة حجازي وصلابة الدوسري في قيادة الخط الخلفي خلال المباريات السابقة من المسابقة. أزمة في يوم قبل مباراة النصر. ووفقا لتقارير إعلامية، فإن الجهاز الفني لنيوم تأكد من عدم إمكانية مشاركة اللاعبين في اللقاء المقبل، ما دفع المدرب إلى البحث عن حلول بديلة لتعويض هذا الغياب المفاجئ في الخط الدفاعي. ويمثل غياب الركيزتين الدفاعيتين تحديا واضحا للفريق، خاصة في ظل المواجهة المرتقبة أمام أحد أقوى خطوط الهجوم في الدوري، الأمر الذي يتطلب تنظيما دفاعيا أكبر من بقية عناصر الفريق. ويأمل الجهاز الفني الفرنسي بقيادة كريستوف غالتيه في أن يظهر البدلاء بالمستوى المطلوب خلال المباراة، خاصة أن اللقاء يحمل أهمية كبيرة للفريق في مسيرته خلال الموسم الحالي. ومن المنتظر أن يحتضن اللقاء الذي يجمع نيوم والنصر يوم السبت المقبل، في مواجهة يسعى خلالها كل فريق لتحقيق الفوز وحصد اللقاط الثلاث. أكد الفرنسي كريستوف غالتيه مدرب فريق نيوم جاهزية فريقه لمواجهة النصر ضمن منافسات الجولة 25 من دوري روشن للمحترفين في اللقاء المقرر إقامته على ملعب الأول بارك. وأوضح غالتيه خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة أن فريقه تلقى خبر غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن المواجهة، مشيرا إلى أن ذلك قد يمنح نيوم دفعة إضافية قبل اللقاء. وأضاف: المباراة لن تكون سهلة، وعلينا أن نقدم أداء قويا ونستمتع باللعب في الوقت نفسه. ويأمل فريق نيوم في تحقيق نتيجة إيجابية أمام النصر وحصد النقاط الثلاث لتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري هذا الموسم.
يذكر أن النصر فاز في المواجهة الأخيرة بين الفريقين بنتيجة 12 ضمن مباريات الجولة الماضية من الدوري. استدعى البرتغالي خورخي خيسوس مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم الحارسين الشابين عبد الرحمن العتيبي وسلطان الماس للمشاركة في تدريب الفريق الذي أقيم الخميس في مقر النادي بالرياض، وذلك في ظل غياب الحارس نواف العقيدي بسبب معاناته من إصابة في الظهر. وبحسب مصدر صحيفة الرياضية، اعتمد خيسوس خلال المناورة الفنية الأخيرة قبل مواجهة نيوم المقررة السبت ضمن الجولة 25 من دوري روشن السعودي على الحارس البرازيلي بنتو بشكل أساسي، فيما سيكون مبارك البعينين الخيار الاحتياطي. في المقابل، كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها راغد النجار مطلع الأسبوع الجاري عن تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، بينما يواصل العقيدي برنامجه التأهيلي في عيادة النادي. كما قرر الجهاز الفني تحويل لاعب الوسط سامي النجعي إلى فريق تحت 21 عاما من أجل استعادة جاهزيته الفنية بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي، على أن يشارك مع الفريق أمام النجمة 2 المقبل ضمن الجولة 18 من دوري جويل النخبة قبل عودته إلى الفريق الأول بعد فترة العيد. ويتصدر النصر جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 61 نقطة قبل 10 جولات من نهاية المسابقة. قال البرتغالي جورجي جيسوس مدرب النصر أنه يريد قيادة الفريق الأصفر لحصد لقب الدوري السعودي هذا الموسم، وذلك بعد أن سبق له تحقيقه مع الهلال. ويتأهب فريق النصر لمواجهة نيوم على ملعب الأول بارك يوم السبت ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين. جيسوس يتحدث عن هدفه مع النصر ومواجهة نيوم. صرح جيسوس في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة يوم الجمعة: سنلعب غدا أمام فريق ساق قام باستثمارات كبيرة هذا الموسم، وتعاقد مع مدرب فرنسي معروف عالميا بجانب عدد من اللاعبين المميزين، ونحن ننتظر دعم جماهيرنا لتجاوز هذه المواجهة وتحقيق النقاط الثلاث. وأضاف مدرب النصر: هذا الأسبوع كان أطول من المعتاد للتحضير بعد تأجيل مواجهات البطولة الآسيوية، وهناك 4 فرق تنافس على لقب الدوري، والنهاية هي الأهم رغم صدارتنا حاليا. وأكمل جيسوس: سبق أن فزت بلقب الدوري السعودي، لكنني أريد تحقيقه مع النصر، ولذلك أطلب من اللاعبين التركيز التام من أجل حسم اللقب. وتابع: نصحت مارسيلو بروزوفيتش بأن يقلل من الحديث مع الحكام، لكن مركزه كلاعب وسط يتطلب أحيانا المغامرة والاحتكاك داخل الملعب. وبسؤاله عن بقاء الحارس البرازيلي بينتو، رد جيسوس: نعم، كسبت الرهان، وقرارنا كان جيدا، وليس من السهل بذات الوقت، ولكن قررنا الأفضل للفريق بسبب إصابة نواف العقيدي وراغد النجار. واختتم قائلا: ننتظر عودة نواف العقيدي للاستشفاء، فهو لاعب مهم للمجموعة وسيساعد الفريق في المباريات القادمة. علق الإعلامي وليد الفراج على الأزمة الأخيرة مع ماجد عبد الله أسطورة الكرة السعودية ونادي النصر بشأن رفض الأخير إجراء مقابلة مع مراسل برنامجه أكشن مع وليد بداعي التربص بالنادي والتقليل منه. وكان نجم الكرة السعودية السابق قد خرج في تصريحات عبر فيديو تم بثه في منصة إكس موضحا أنه رفض إجراء مقابلة مع مراسل أكشن مع وليد، مؤكدا عدم الحديث مع أي برنامج أو قناة ضد النصر، ودائما يتم الإسقاط على النادي. رد فعل ناري من وليد الفراج على تصرف ماجد عبد الله. نشر الإعلامي وليد الفراج عبر حسابه الشخصي في منصة إكس أنه خلال حفل لجمعية أصدقاء اللاعبين بحضور اللاعبين القدامى في مقر اللجنة الأولمبية السعودية، وبعد الإفطار طلب مراسل البرنامج أنس بن عجب صورة تذكارية مع النجم ماجد عبد الله، ولم يحدث شيء آخر، هذا ما حدث فقط لا غير. في ناس ما تشبع من الكذب حتى في رمضان. وبعد الفيديو الذي نشره ماجد عبد الله للتأكيد على رفضه إجراء مقابلة مع مراسل أكشن مع وليد، قام الإعلامي بإعادة نشر فيديو لمراسل البرنامج وشرح ما حدث بالتفصيل. وقال الفراج في تغريدة جديدة: أعرف عن الزميل أنس بن عجب مراسل أكشن مع وليد أنه رجل صادق ويخاف الله. أنا مصدقك يا ولدي، الكرة فيها حاجات عجيبة وعقول كبيرة وعقول صغيرة. واختتم تغريدته: خلاص المرة الجاية لا تطلب صورا من أحد وخلصنا، ما احنا ناقصين بطولات وهمية لأحد. إذا أعجبكم المحتوى لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات علشان توصلكم كل الأخبار أول بأول. كرتنا السعودية تستحق المتابعة، وإحنا هنا عشان ننقل لكم كل التفاصيل لحظة بلحظة. كان معكم المشجع النصراوي، نراكم في فيديو قادم، دمتم بخير
والسلام عليكم ورحمة الله واذكر دايما، النصر مو بس فريق، النصر قصة فخر، مجد، وتاريخ ما يتكرر. خلكم معنا، لأن القادم أعظم والعالمي دايما في القمة.